ونكمل المقدمة المهمة جدا للدية للردة والجهاد، وهي متصلة باللي قلناه عن بيان الأزهر اللي طلع من المؤتمر العالمي الدولي الكوني اللي هيواجهوا في الإرهاب. النهارده بقى هوريكم ايه النقطة ومقابلها. العلماء الجامدين قوي هتسمعوهم النهارده كمقدمة يعني كده للجهاد، هتسمعوا حاجات تصدقوا آخر انبساط والله العظيم. وقرينا ده في 3 شهور، وهقرا لكم النهارده حاجة عن الجهاد مهمة جدا، تقدمة أو مقدمة للجهاد اللي بقى التوسع اللي جاي. اوعى تقول تفسير كده ولا كده، عشان انا هقرا لك دلوقتي تفسير الناس الكبار، مش هنهزر، تفسير الناس اللي انت بتقدسهم. اما بقى الجهاد والكفر جاي بقى في الحته الجايه دي، عشان انا هقول لكم حاجه هتعجبكم. بصوا بقى النقطه دي بيقول لك ايه بقى. ومن المفاهيم المحرفه ايضا مفهوم الجهاد، ومفهومه الصحيح في الاسلام هو الدفاع عن النفس. ركزوا، يعني هو بيقول ان الجهاد مفهومه الوحيد في الاسلام اللي هي كتب الاسلام. امال هيكون مين؟ ما هو انتوا اللي بتدافعوا عن الكتب دي، صح ولا انا بهاجم الكتب دي؟ انتوا اللي بتقولوا ايه اللي بتعملوا ده وبيهاجموني، لان الكتب مقدسه ودي علماء، ماشي، والاجماع وتنسوه، ماشي. هسمعكم دلوقتي حاجه على الاجماع. هو الدفاع عن النفس، يعني مفهومه الجهاد مفهومه الصحيح في الاسلام ده في البيان هو الدفاع عن النفس ورد للعدوان، واعلانه لا يكون الا من ولي الامر، وليس متروكا لاي فرد او جماعه مهما كان شانها. يا سلام. بصوا بقى هقول لكم حاجه صغيره، اللي احنا مش هنتكلم في الجهاد لسه، هي تقدمه للي هنعمل الجهاد لسه بقى، هبسطكم اخر انبساط. حاجه بس صغيره هتبين لكم بس ايه النقطه دي، كل نقطه نرد عليها، بس هنا بقى نبتدي الشغل الجد. الجهاد في كتب التراث ملوش علاقه بصد العدوان. في نوعين جهاد في كتب التراث، حاجه اسمها جهاد الدفع، وده بس انا بشرح دلوقتي التوسع على يعني التفصيل، لاني ما اقدرش افوت النقطه دي، بس هتتعاد تاني في الجهاد على توسع. يعني حاجه اسمها جهاد الدفع، يعني واحد هيهاجمني فانا بقول له لا اقف عند حدك، هو اللي بدأ بالحرب، ده اللي هم بيقولوا ده المفهوم الوحيد في الاسلام. النوع الثاني بقى من الجهاد، عشان بس ما اطولش عليكم، اسمه جهاد الطلب. وهاتوا عالم واحد حتى من اللي عايشين ينكروا، واسالوهم في كل البرامج لو بتسالوهم، لكن انتوا بتجيبوا الناس بتجيبهم يسمعوا لهم كأن ما فيش مناقشه، ده الباشا بيقول دين، اضحكوا على الناس. النوع الثاني بقى من الجهاد، عشان بس ما اطولش عليكم، اسمه جهاد الطلب. وهاتوا عالم واحد حتى من اللي عايشين ينكروا، واسالوهم في كل البرامج لو بتسالوهم، لكن انتوا بتجيبوا الناس بتجيبهم يسمعوا لهم كأن ما فيش مناقشه، ده الباشا بيقول دين، اضحكوا على الناس. جهاد الطلب ده يا اصدقائي ببساطه كده اللي هو انتوا بقى بتسمعوا عنه، اللي هو الراجل ما عملش حاجه خالص، بس عيبه الوحيد الكفر، انه اهل كتاب اخذوه من غير سبب لاعلاء كلمه الله في نظرهم. ده اسمه جهاد الطلب، انا اللي طالب الجهاد يعني. وكمان مش بس اخذوه، انا عليا قتل اغلبه او اسلامهم او الجزيه، اللي هي ايه سوره محمد، اللي هي ملتحقه بايه السيف في سوره التوبه. ايوه هذا تدليس. وتعالوا نقرا على طول. بصوا، ابن القيم حبيبهم وشارب التراث وتلميذ ابن تيميه، ابن قيم الجوزيه. ابن قيم الجوزيه بالمناسبه يعني ابن امين المكتبه. قيم الجوزيه يعني امين المكتبه، يعني عشان بس ما يقعدوش يعملوا عليك بتاعي. اسمع دي معايا بقى. بيقول لك ايه بقى استاذ ابن القيم في كتاب الفروسيه صاد 187 ل 189، عشان الشطار يروحوا يقروا. ابن القيم بيقول لك ايه؟ وجهاد الدفع اصعب من جهاد الطلب. ادي اول كلام اهو، ان في طلب. فان جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل يعني الظالم علينا، ولهذا ابيح للمظلوم ان يدفع عن نفسه كما قال الله. وبعدين بيشرح جهاد الايه الدفع. بصوا بقى بيقول ايه عن جهاد الطلب. بصوا بقى ومعلوم ان الجهاد من 187 ل 189 كتاب الفروسيه ابن قيم الجوزيه،
ومعلوم أن الجهاد الذي لا يكون فيه الإنسان طالبا مطلوبا أوجب من الجهاد الذي هو فيه طالب لا مطلوب، اللي هو الدفع يعني. بصوا طالب يعني اللي احنا الغزو يعني كده، نقتلهم من غير سبب وناخد ستاتهم وناخد فلوس. والنفوس فيها أرغب من الوجه. وأما جهاد الطلب الخالص، الخالص يعني إيه؟ يعني محدش ضايقني خالص وأنا اللي رايح لهم من غير سبب، بيور. وأما جهاد الطلب الخالص بصوا بقى الكلام، فلا يرغب، عشان تعرفوا داعش هياخدوا ثواب ليه. بيقول لك أما جهاد الطلب الخالص، أنا كده قاعد وقلت أنا لازم أعلي كلمة الله، فأروح أهاجم على الناس من غير سبب في أوروبا وأمريكا وأي حتة. خلاص. وأما جهاد الطلب الخالص فلا يرغب فيه إلا أحد رجلين، إما عظيم الإيمان، ده بيشكر فيهم اللي بيهاجموا من غير سبب، اسمه جهاد الطلب. إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله، وإما راغب في المغنم والسبي. كده بوضوح، عايز يغنم، يعني راجل دنيوي أو أخروي، الاثنين عايزين جهاد طلب من غير سبب، يعني بيهاجم على اللي قدامه. بصوا بقى، فجهاد الدفع، جهاد الدفع ان انا بصد العدوان يعني، يقصده كل احد، دول اللي لكن الاعظم بتوع الطلب. بص بقى، يقصده كل احد، لان انا كده كده لازم ادافع عن بلدي، ولا يرغب عنه الا الجبان المذموم شرعا وعقلا، اللي بيجري من جهاد الدفع. وجهاد الطلب الخالص، بصوا الجمال، لله، لله انا بحارب الناس بقتلهم من غير سبب، يقصده سادات المؤمنين. سادات المؤمنين، عشان تعرفوا داعش سادات المؤمنين داعش. جهاد الطلب، محدش قال لهم انا ضايقتكم في حاجه، وهم رايحين يطلبوا ان يغزوا الناس ويقتلوهم ويعلوا كلمه الله. شوف الجمال، استاذ ابن القيم تراثنا. خلاص. وجهاد الطلب الخالص لله يقصده سادات المؤمنين. واما الجهاد الذي يكون فيه طالبا مطلوبا فهذا يقصده خيار الناس لاعلاء كلمه الله ودينه، ويقصده اواسطهم للدفع ولمحبه الظفر. بس ايه رايكم؟ على فكره ده مش سر، ده جهاد الطلب ده من اول القرن الاول الهجري في كل الكتب. ما هو ده اللي بيعملوه داعش، انه جهاد طلب مش جهاد دفع، هم ما كانوش في حته وحد حاربهم. جهاد الطلب اللي هم بقى، ده بيقول لك دول الاعلى. الاستاذ ابن القيم وكل المذاهب الاربعه اقراها لكم بكره. بيقول لك اللي يروحوا كده من غير سبب كده في سبيل الله فداء هو سادات المؤمنين، وده اعظم من جهاد الدفع. جهاد الطلب اغزو الناس واقتلهم واحرقهم واخد ستاتهم، وقال لك المغنم والسبي، السبي واخد ستاتهم وفلوسهم، او يسلموا بالعافيه او يدفعوا لي الجزيه، وابقى انا من سادات المؤمنين، لاني جهاد الطلب خلاص يقصده لله. جهاد الطلب الخاص لله يقصده سادات المؤمنين. سادات المؤمنين هم اللي في داعش. ايوه هي دي الحقيقه. ده انا لسه ما قلتش حاجه في الجهاد، ده انا بس برد على النقطه. ده نصوص تراثيه، ولا المذاهب الاربعه دلوقتي هسمعها لكم كلها، الكبار المشهورين، عشان ما تقولوش ده مثلا، وده ابن القيم، ده تلميذ ابن تيميه وسيد من سادات التراث، بيخلص الموضوع. سيبكم بقى من ده، خش بقى على ايه الكتب المحببه. بص بقى، الامام الشافعي في الام، اللي هو كتاب المذهب، الامام الشافعي نفسه. بيقول لك ايه بقى؟ دل كتاب الله عز وجل وسنة نبيه على أن فرض الجهاد إنما هو على أن يقوم بما فيه كفاية للقيام حتى يجتمع أمران. أحدهم اللي هو نوعين الجهاد،
احدهما ان يكون بإزاء العدو المخوف على المسلمين من يمنعه. خلاص؟ يعني إزاء العدو يعني هو جه عندنا وقرب على الحدود، فده اسمه دفع، ماشي. ده اللي في القرآن بالمناسبة. ومش جهاد بعد الرسول، قلنا بس لما تيجي حالات الجهاد. وهو ما نسميه جهاد الدفع. والآخر أن يجاهد من المسلمين من في جهاده كفاية حتى يسلم أهل الأوثان، أو يعطي أهل الأوثان، أو يعطي أهل الجزية، أهل الكتاب الجزية. يعني بيقول لك ايه بقى؟ الاولاني لما يكونوا بايذاء المسلمين قاتلهم، اما الثاني فانت بصراحه تكون احسن لو رحت انت عندهم من غير سبب قاتلت اهل الاوثان اللي هم مش عارفين بقوا بيعبدوهم فين، وحتى لو موجودين مالناش دعوه بيهم، او ان اهل الكتاب يعطوا الجزيه. ده الشافعي، حد غلط الشافعي ان في جهاد الطلب. وقال اللي هو الشافعي برضه فان كان بالمسلمين قوه. بص بقى، بص ده ده اللي بقول لكم عليه بقى، حكايه كل سنه يعني. فإن كانت بالمسلمين قوة أن يأتي عليه عام إلا لم أحب أن يأتي عليه، هو اللي الشافعي بيقول لم أحب أن يأتي عليه عام إلا وله جيش أو غارة في بلاد المشركين الذين يلون المسلمين من كل ناحية عامة. وإن كان ذلك يمكنه في السنة مرارا بلا تغريب المسلمين أحببت ألا يدع ذلك كل ما أمكنه. وأقل ما يجب عليه أن يأتي عليه عام إلا وله فيه غزو حتى لا يكون الجهاد معطلا في عام إلا من عذر. 388/5. كتاب الأم الشافعي هو اللي بيتكلم. 388 صفحة، الجزء الخامس. بيقول ايه بقى؟ بيقول أنا أحب إن تبقى في العام مرة واثنين وثلاثة ومرارا تغزو والغارات على بلاد المشركين من كل ناحية. فإن لم يكن ذلك يعني ممكن من القوة، أقل ما يجب فيه ألا يأتي عليه عام إلا وله فيه غزو حتى لا يكون الجهاد معطلا. إيه رأيكم؟ قريت ده؟ تعرف الأربع مذاهب اللي أنت فرحان بيهم، الإجماع اللي أنت بتحبه واللي أنت بتهاجمني عشان إحنا بننقض الإجماع. طب الإجماع بقى بيقول لك كلمة في سرك: الجهاد الطلب، إنك تغزو الناس من غير سبب، فرض في كتب الإسلام كلها. الأربع مذاهب الكبار: الشافعي، ابن القيم، ابن تيمية، المذهب الحنفي، مالك، ابن حنبل، توديهم فين؟ كل التفاسير، كل الأحاديث اللي في البخاري ومسلم، تعمل فيها إيه؟ وتفسيرها إيه الأخبار؟ تمام؟ أنا بس أحب تكونوا تمام. لسه أنتوا برضو لسه هكمل لكم. بص بقى، وطبعا ابن النجار الحنبلي عشان برضو كنا رحنا للحنابلة. 291 منتهى الإيرادات، الكتاب اسمه منتهى الإيرادات يعني 219 على 1 يعني الصفحة جزء واحد 219. وأقل ما يفعل، ده حنبلي أهو عشان يبقى كلهم، أي الجهاد مع قدرة كل عام مرة إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره. تأخير يعني أدوب بس سنة كده ما نغزوش الناس. عشان كده لما تسمعوا بقى واحد من داعش أو من السلفيين اللي هنا في مصر بيقول لك جهاد الطلب، أنا لازم أروح وأجيب، لما أنتوا شفتوا واحد كده مش هجيب اسمه بتاعهم سلفي ده، قال لك احنا نروح أوروبا ونغزوهم ونجيب مالية، قالها كده بالظبط مالية. اوعوا تفتكروا ده كلام سلفي، إن هم يعني التطبيق السيء، أو داعش لا تمثل الإسلام، داعش تمثل الإجماع بتاع المذاهب الأربعة. داعش في قتل الناس وطلب الجهاد بدون سبب، والغزو بدعوى ان انا بنشر الاسلام، وقتل غير المسلم بلا اي هواده، اهل كتاب او غير اهل كتاب. داعش تمثل كتب المذاهب الاربعه، وبالصوت والصوره بقرا لكم. واللي عنده حاجه غير ان مفيش جهاد طلب في الاسلام يقولها. هاتولي واحد في تاريخ الاسلام لحد 700 800 هجري قال ان جهاد الطلب غزو الناس بلا سبب وقتلهم وسبي نسائهم مش موجود في الاسلام.